سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحه؟ اموركم هانيه؟ كنتمنى من الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير. نهار جديد او فيديو جديد. اليوم اخواتاتي غادي نشارك معكم واحد الشهاده اللي كتجي قطنيه وكتجي اكثر من رائعه وسهله في التحضير ديالها ولا في المكونات ديالها اللي كتوجد بسرعه مع البنات. وكنتمنى البنات الا عجبكم الفيديو ديالي ما تبخلوش عليا بواحد التوجد البصيمه ديالها وواحد ولا الكومنتير زوين كلشي من عندكم الا ساهله جات على ودغيا دغيا خاطركم. كتقدروا وبقاو مع تحضروها. الفيديو حتى وكنتمنى الاخرين الا عجبكم وما هذا الفيديو تنساونيش ديالي بديك ما البصيمه. تبخلوش عليا الله بواحد يجازيكم اللايك وواحد بالخير. الكومنتير زوين من وشكرا عندكم اللي بزاف البنات كيفرحني، على المتابعه وشكرا وبارطاج بزاف معايا على هاد الكومنتيرات اللي الوقيته، كتخليو في ونقول حقي. لكم فرجه وبقاو مع الفيديو ممتعه. وبقاو البنات معايا وفرجه الفيديو. ممتعه وهانتوما وكنتمنى البنات البنات شوفوا تجربوها كيفاش حيت كتجي من صراحه الداخل، كتجي كتجي قطنيه اكثر من البنات رائعه مع وكتجي البنات. هشيشه كتجي وكتجي ما سهله، ما نعاودكمش عليها مع تجبروش البنات. علينا. كتجي والصحه والراحه مع رائعه البنات، بالصحه وفرجه والراحه ممتعه. البنات. اول حاجه مع البنات كنجيبو المول ديال العجانه، كنعملو فيه 400 غرام ديال الطحين، 4 الكيسان ديال العنبه ديال الدقيق اللي كنديروها البنات في المول ديال العجانه. وكنديرو 4 المعالق ديال السكر، وكنديرو الملحه، وكنديرو البنات سميتو معلقه ديال الخميره ديال الخبز، وكنعمل 2 معالق ديال الحليب بودره، وخماره وحده ديال الحلوى، و2 معالق ديال الحليب بودره كما كتشوفوا. وصافي وكنجمعوا البنات العجين ديالنا، كنضيفوا عليها كاس ديال العنبه، نص كاس ديال العنبه ديال الزيت يكون مع مرشي. وصافي وغادي نديروها البنات سميتو غادي نضيفوا البنات الماء، وكتجمع البنات في دقه وحده، يعني ماشي كتبقاو سميتو كيبقى تضيفوا الماء الدفعات بشويه بشويه وهي كتعجن. صافي هنا البنات الماء درنا واحد شويه ديال الكميه ديال الماء زايده. وهنا البنات ضفنا الدقيق، ضفنا لها واحد 2 معالق ديال الدقيق غير واحد شويه. وهنا البنات المعلقه عامره ديال الزبده، معلقه عامره البنات ديال الزبده. وصافي كنجمعوا العجين ديالنا بهاد الزبده هذه، كتجمع مزيان مع هاد الزبده هذه، كتدخل في داك العجين وصافي. صافي من بعد كنحيدوا العجين ديالنا من العجانه، وكنجمعوها البنات بيدينا هكا. العجين كيكون خفيف كما كتشوفوا، يعني كيكون كيتلاصق في اليدين، كون على هذا الشكل هذا اللي شفتوا. صافي خليناها خمرت الخمره الاولى، وهذا الخمره الثانيه مع البنات. دابا عاوتاني غنغطيوها ونخليوها عاوتاني تخمر مره ثالثه. وصافي صافي من بعد البنات هانتوما الخمره ديالو كيفاش خمر، يعني هذا هو الشكل ديالو، كيخمر على هذا الشكل هذا. كيجي البنات العجين ديالو كيجي خفيف، كيجي البنات قطني. صافي كنفرغوا داك الهواء اللي فيه. صافي هنا المول دهناه بالزبده ورشينا شويه بالدقيق. دابا غادي نقطعو سميتو ديالنا ستيتوين على هذا الشكل هذا. صافي كنقطعوهم ستيتوين، كنقطعوهم ستيتوين على هذا الشكل هذا، وكنعمل فيهم واحد القطعه ديال الشكلاط في الوسط ديالهم. وصافي
نستفهم في المول كامل. نتوما غادي تشوفوا الشكل ديالهم كاملين بعد ما غنستفهم في المول. المهم البنات حاولوا ديروهم ستيتوين حيت هما راه كيضاعف الحجم ديالهم. هانتوما البنات هذا هو الشكل ديالهم. دابا غادي نخليهم البنات غير يختمروا واحد شي شويه، وغادي ندوزو البنات ندهنوهم بالصفر ديال البيض. نتوما يعني كيجيو رطب، ندهنوهم البنات فقط بالصفر ديال البيض يكون مخدوم مزيان. بيضه، المهم البنات البيضه كامله كتخدموها مع بعضياتها وكدهنوا لهم البنات الوجه ديالهم وصافي. وكنديروا عليهم داك من على الوجه ديالهم، ديك باغو على الوجه ديالهم وصافي. وكنخليهم البنات يختمروا عاد ديك الساعات كنديروهم في الفران نطيبوهم. المهم دابا غنرشوا عليهم هاد الباغو هذا، وعاد ديك الساعات غنخليهم يختمروا شويه يضاعف الحجم ديالهم. عاد ديك الساعات نديروهم في الفران يكون شاعل غير من التحت. عاد ديك الساعات نشعلوا عليها الفران. انا طيبتهم في الفران ديال الضو، تقدروا ديروهم في اي فرن البنات، واخا الفران ديال الغاز تقدروا ديروهم فيه. هانتوما البنات كنشعلها فيها غير من التحت، كنخليهم حتى كيتحمروا حتى كيصبحوا على هذا الشكل هذا. هذا هو اللون ديالهم البنات، كتجي مذهبه، كتجي ما شاء الله مذهبه. وهذا البنات هو الشكل ديالها من بعد ما درنا نيسلي البنات على الوجه ديالها. تقدروا تعملوا لها اللي بغيتوا البنات، زينوها باش ما بغيتوا، حنا عملنا لها النيسلي وصافي البنات. وهذا هو الشكل ديالها كيفاش كتجي البنات قطنيه من الداخل، كتجي ما شاء الله. وكنتمنى البنات الى عجبكم الفيديو ديالي ما تبخلوش عليا بواحد البصيمه وواحد الكومنتير زوين من عندكم اللي كيفرحني، والبارطاج مع العائله والاصدقاء. ونقول لكم السلام عليكم، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده، وخليتكم على خير وبسلام عليكم.